فكرت قبل كده إن في ناس بقت بتعيش حياتها كلها على إنها تمثيلية؟ ناس بتلبس قناع في الشغل، قناع في البيت، قناع لما تخرج مع أصحابها. طب إمتى هيشوفوا وشهم الحقيقي؟ وإمتى هم كمان هيعرفوا هم مين أصلا؟ الإنسان بطبعه اجتماعي، يعني بيهمه دايما شكله قدام الناس وطريقة ظهوره قدام الناس، بس المشكلة بتبدأ لما الشكل بيبقى أهم من الحقيقة. لما كل يوم الصبح أنت بتقوم تلبس قناع جديد، قناع اللطافة وأنت من جوه مجروح وتعبان، قناع الثقة وأنت من جواك مرتبك، قناع القوة وأنت محتاج تتحضن من أي حد وتعيط. الناس اللي بتتخفى ورا الأقنعة دي بتفتكر إن ده يعني ذكاء وقوة، تفتكر إن كده بتحمي نفسها من حكم الناس التانية عليها، بس الحقيقة إنهم بيدفنوا نفسهم كل يوم أكتر، بيخسروا ذاتهم، بيخسروا شخصيتهم، بيعيشوا دايما في خوف. آه، خوف من ان هو دايما ينكشف، من ان القناع ده ممكن يقع في اي لحظه ضعف او اي كلمه مش محسوبه اتقالت في موقف، او موقف فجاه بيطلعك على حقيقتك قدام كل الناس. الاخطر بقى من كل ده ان الاقنعه دي لما بتلزق في الوش، الانسان بينسى ملامحه الحقيقيه، يعني بينسى هو كان ايه وكان مين. بيتحول بقى لانسان مزيف مبسوط قوي بالناس اللي بتسقف له، وهو مش عارف ان الناس اللي بتسقف له دي بتسقف للقناع مش بتسقف ليه هو. اسأل نفسك دايما كم مرة انت ضحكت مجاملة، كم مرة انت قلت تمام وانت مش تمام، يعني كم مرة انت مثلت دور ما كانش دورك، وكانت ايه النتيجة؟ يعني انت ارتحت كده، الناس فهمتك اكتر، قربت من الناس اكتر، كسبت ود الناس، الود الحقيقي مش الود اللي القناع المزيف اللي انت لابسه. القناع دايما بيمنعك عن حقيقة مهمة جدا، ولا انسان هيحبك بصدق، ولا هيشوفك بصدق، ولا حد هيقدرك بحق الا لما تسيب حياتك دي وتطلع للنور. يمكن الحياة دي تبان وحشة أو مخيفة، يعني يمكن بتبان ضعيفة أو ناقصة أو حتى مؤلمة، بس الحقيقة دايما أنظف مليون مرة من التمثيل، أكرم من الكذب، وأربح ليك مليون مرة من العيش في خوف. دايما الطبيعي جميل والبساطة نعمة، وانت بعيوبك بنقائصك دي كلها اجمل بكتير جدا من نسخه كامله وتكون مزيفه. يعني في يوم من الايام كل الاقنعه دي هتقع، مسيرها هتقع في يوم من الايام. مش هيفضل غير ضميرك، معدنك، شخصيتك الحقيقيه. فليه ما تبداش من دلوقتي؟ يعني ليه ما تعيش بشجاعه وتواجه الدنيا بوشك الحقيقي؟ خليك انت، يعني لان نسختك الاصليه دي على فكره دايما هي اعلى قيمه من 1000 نسخه انت بتقلدها. لو شايف ان في حد محتاج يسمع الكلام ده، ارجوك ابعت له الفيديو ده، وافتكر دايما ان العقل نعمه، وان الصدق دايما نجاه. خليك دايما على طبيعتك، لان مفيش اجمل من الحقيقه. اشوفكم دايما على خير ونهاركم زي الفل. سلام عليكم.